بوزيتيف باسكو واحد الوقت كان بعض البلدان طغاو في هذا الموضوع، ولات كاع المناسبات كاع الدورات تصرف في بعض البلدان الافريقيه. الان حان الوقت ان الجزائر سورتو حنا نقولوها سونز اوكين بريتونسيون، حنا عندنا الامكانيات باش الوفود الافريقيه كي تجي الجزائر تكون في احسن أريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، إن شاء الله نشوف واحد المقطع من حلقة الهداف لقناة الجزائرية تيتكلموا على بعض النقاط، وواحد النقطة أثارتني وبغيت نتقاسمها معكم، وهي أحد المحللين قال واحد الكلام يعني ماشي في المحل ديالو وجيت نعقب عليه، لكن رغم ذلك حنا ماشي من هذاك الناس اللي تنحاولوا غريب، وإنما لما تكون شي حاجة زوينة تنباركوا. مشاهدي الكرام، نخليكم تشوفوا اشنو تقال، واكيد تردوا بالكم مع اشنو قال واحد المحلل، وفي الاخر ان شاء الله نتلاقاو. صور تبقى تثلج الصدور، على الاقل صور لاطفال يكونوا في، لانه الرياضه هي الصحه، وبالتالي شوف المكان كيفاش رجع، ماشي ولا شباب خير، ماشي هكذا يا با فوتو كيما قلت. مكان الان الملعب يقدروا الاطفال يجوا يدربوا في ظروف جيده. شوف المكان وين كانوا يبدلوا، كان معمر بالقمامه، الان الامور تحسنت، وهذا الشيء يثلج الصدور ويخلينا على الاقل الرساله تاعنا توصل. على كل حال تكلموا الكثير من اولياء الاطفال والكثير من اللي كانوا حاضرين هناك، لكننا اخترنا واحد فقط، ما نقدروش نجوزوا كامل اللي تكلموا. نستمع لما قاله. رانا في ملعب لاصاص، وراكم تشوفوا الوضعيه كي راهي دايره، راهي نقيه خير من اللي كانت. الحمد لله يا ربي. النداء اللي قدمناه للقناه الهداف راهي دارت لنا النداء تاعنا، ونشكرهم ونشكروا الناس اللي وقفوا معهم، امثال بن شيخ الله يجازيكم، وقفتوا معاه، وقفتوا مع هذا الملعب، وقفتوا مع غليزان كامله. رانا في مأزق. شوفوا الحاله كي راهي اليوم نظيفه، وشوفوا يعني في بعض الاحيان الاراده الصغيره تقدر تكفي سي علي بن شيخ، انك ماهيش حاجه كبيره انك محيط الملعب تنظفوا الاطفال باش يدربوا، والملعب الاخر عاود تحل، كاين ملعب اخر تحل على الاقل ينقص الضغط تاع الجمعيات هذو اللي عندها ليجان، باش الجمعه والسبت يكونوا دي ستاد وين يونطرينيو ليجان. نظن باللي مجرد ربما جرد قلم تقدر، او امر بسيط من البلديه او من دي جي اس يقدر يحل المشكل. البروبليم في الجزائر اللي عندنا على حسب ما نعرف انايا، باسكو كيما قلت انت من قبل، حنايا اوني دي سيتويان شعبيا نمشيو في اي حومات، ماناش من البيرو للبيرو. 80% ولا مانيش عارف شحال اللي مار ما يخرجوش من البيروات، صح، يدخلوا يقعدوا في البيروات وما يعرفوش راهم يديروا. داير ماشي كاع، كاين واحد 80%. لخاطرش لو كان جاو يخرجوا ولا يبعثوا لي زيليمون تاعهم يقولوا لازم تدور لي على الحومات، على مام الحومات وين كاين تقبه، وين كاين هادي، وين كاين هادي، و تو مي رون كونت باش حنا نرياجيو. ما يصراوش هاد الحوايج هادوما هنا سكي سي باسي سي اترافير الناس هادوما اللي كونتاكتاو الهداف بلا تلفزيون تحركوا. حنا نقول تبارك الله فيهم اللي يتحركوا خير من اللي ما يتحركوش، ولكن هذا النداء هذا لازم لي زوتر ولايه، لي زوتر كومين يفودري كو ياخذوا بعين الاعتبار هذا من دركا، يبداو يحوسوا يدوروا في الحومات. نعطيك ان اكزومبل برك. ها هنا في عين بنيان كيما وين المارشي، معروف وين المارشي، كاين قوجه كات شوما، قوجه تقبه هكذا، دايرينها الكراطن بنو هكذا، البيس
باش يدور يروح عليه البنيان لازم يدير رون بوان هاد ورجعوها رون بوان. هاد الميرا تاع عين بنيان نقول لها من فضلك شوف فيا بعتي لي زيليمون باش ينجم واحد بالطوموبيل يطيح لتحت راني نجوز عليه سوفا نروح هكذاك البيس راني نقول لك يدير هكا. وماشي بوكو دو كارتي في الجزائر تقابي قد دير فيهم كارطون دير فيهم بنو. هذا هو الحل. الحل تروحوا تخدموه رياجي ويفو رياجي يا اخي راك خالص على هادشي راك مسؤول امام الله وامام السلطه. او على كل حال للحديث بقية حول مشاكل الرياضة ومشاكل المنشآت الرياضية باش نبقاو دائما في كرة القدم ونروحوا مباشرة للوفد. سمير فيه وفد إفريقي زار الجزائر وصل الجزائر اليوم من أجل أعطينا الصور. الوفد من جمعية الأندية الإفريقية اللي يديروا السوبر ليج تم استقبالهم أمس في الجزائر ومن المنتظر أنهم يديروا مقر الأندية الإفريقية هنا بالجزائر. هل هذا التحرك يأتي في إطار التحركات على مستوى الدبلوماسية الرياضية على مستوى الكاف، هذا بحضور رئيس أو رؤساء النوادي اللي تمثل السوبر ليج في الكاف، وممكن أن يختاروا الجزائر كمقر لإقامة أو مقر هذه الهيئة. أمر يمكن تتمينه بما أنه كان بحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي هو في نفس الوقت وزير الرياضة. هل هذه هي عبارة عن مباشرة الدبلوماسية الرياضية بدأت تتحرك لربما استرجاع ما يمكن استرجاعه إفريقيا؟ هذه سان برومي با لازم نثمنوا. والجزائر يعني بالدور تاعها تقدر كما قلنا لا ديرنيير فوا تحتضن مام دورات افريقيه. ولو فات يخيروا الجزائر كمقر لهيئه مهمه كما هذه داخله كما قلت انت في الدبلوماسيه الرياضيه. وهذا هو اللي لازم نسعاو عليه. لازم الجزائر تولي عندها وزن والكلام تاعها لازم يكون مسموع في الساحه الافريقيه في كره القدم. طبعا بيبور سي كيك شوز دو بوزيتيف باسكو واحد الوقت كان بعض البلدان طغاو في هذا الموضوع. ولات كاع المناسبات كاع الدورات تصرف بعض البلدان الافريقيه. الان حان الوقت ان الجزائر سورتو حنا نقولوها سونز اوكين بريتونسيون. حنا عندنا الامكانيات باش الوفود الافريقيه كي تجي الجزائر تكون في احسن اريحيه. نعم اريحيه. دونك جو فوا با بوركوا اون ديكارتيري لالجيري dans ce domaine-là. Je pense que c'est une très bonne chose. J'espère qu'il y aura d'autres acquis aussi. Hadi Erdouane Bilail m'a dit c'est une nouvelle association des clubs qui vient d'être créée par des clubs. عندها عام تقريبا. ما عندها عام برك. احنا تأسفوا برك لا وجود لجزائري في هذا الجمعية. الآن أعتقد يديروا مقر هنا يدخل الجزائر. إن شاء الله باش الجزائر الفا انتيغري هاد لاسوسياسيون باش يكون عندها ممثل ويكون الصوت تاعها مسموع. اليوم هاد مادام راك تفضلت ومديت المعلومة تمناو المعلومة أن تتجسد في أرضية الميدان ولو سياج تاع لاسوسياسيون كي يكون في الجزائر نقدروا حنا نمانوفريو. كي يكون عندك سياج نقدروا مانوفير
نقدروا ننتيغريو باسكو ا مومون دوني كامل لي سياج كانوا يتقسموا بين بلدان معينه. باسكو الان على الاقل الجزائر تولي تحتضن مثل هذه الامور. كما قال لك سمير سي فري، الجزائر الكفاءات ما يخصوش في الجزائر، عندنا كفاءات في الرياضه في كره القدم قادرين يدخلوا في هذه لي زاسوسياسيون يريبريزونتي ويسمعوا الدور تاع الجزائر. نتمنى الان هذه بدايه تاع وليد صادي من الجانب الدولي ومن الجانب الافريقي، نتمنى له النجاح ونتمنى يزيد يمشي اكثر من هذا باش صوت الجزائر يمشي في الكاف ويزيد يمشي في اعلى مستوى. واضح. سيدي بن شيخ، انت نتكلم معك حول ما صنعه وصنعته بعثة الجزائر في الرياضة العسكرية، في الألعاب العسكرية. السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل البعثة أمس اللي نالت عدد هائل من الميداليات واحتلت المرتبة الثانية إفريقيا بعدد كبير من الميداليات اللي جعلت الجزائر في المرتبة الثانية بأبوجا بنيجيريا. يعني لا ديترونيمام البلد المنظم، فريق كرة القدم حصل على الميدالية الذهبية وأيضا الكثير من الميداليات بحضور طبعا كل إطارات الدولة بما فيهم الأسماء أو الصور كنت شاهدوا فيهم تاع المسؤولين تاع الدولة الجزائرية اللي حضروا لهذه المناسبة بعد أن تم تكريمهم على مستوى وزارة الدفاع من طرف السيد شنقريحة قبل يوم من ذلك، يعني يوم الأحد. وأمس تم الاستقبال من طرف السيد ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على النتائج الرائعة التي حصدتها البعثة الجزائرية. الرياضة العسكرية صراحة دائما في المستوى، يعني ولا يوم شفنا بأنه شفنا جمال سجاتي وما صنعه مع في الألعاب الأولمبية، شفنا دائما منتخبات العسكرية دائما ترفع علم الجزائر عاليا. الله أنا قبل ما نتكلم واش عجبتني قالنا الأولى هي لا صالة مانيفيك. قصر الشعب. قصر الشعب. صالة لي اكسترا اوردينير، شابة بزاف. صح. فيهم معلم تاريخي علي. عندنا ما شاء الله بلادنا بارك، ان شاء الله مازال الخير قدام امور تزيد تحسن وكل اكثر. انا بور دير يفو جلي في ديجا ماردي اللي فات بالحد ديجا وماردي ديجا شكرتهم وكذا، ونزيدوا اليوم. على كل حال نشكروا الفريق الوطني تاعنا العسكري اللي فرحنا ويشرف وتوجور كيما قلت انت يفرح. نشكروا لا ديليغاسيون ديالنا اللي اليرتات مسيو جابو عبد الحق جابو. نعم، اللواء عبد الحق جابو. نعم. هو واللي معاه لا ديليغاسيون تاعو نشكرهم بالبزاف لان داروا خدمه ما شاء الله. وبلا ما نساو الستاف تكنيك على راسهم كمال قاسي اللي باش لحقوا لهاد التروفي هذا. نعم. يشرف الجزائر. نعم، يشرف كثير الجزائر. رشيد عباد، المنتخبات العسكرية في كل الرياضات ليس في كرة القدم فقط. علي بن شيخ ربما تحدث عن الطاقم الفني تاع كرة القدم، ولكن لازم نقولوا بأنه كل الرياضات، ألعاب القوى، الصومبو والجيدو، يعني ميداليات كبيرة ومرتبة ثانية إفريقية. مصارعة أيضا. جابوا 6 ميداي دور، 6 ميداليات ذهبية. 6 ميداليات ذهبية بمدرب جوي. يعني شوف بكري لو سبور ميليتير على بالها كنا نناديو دائما نقولوا له كان واحد عسكري هو اللي يحكم. شحال من مرة نقولوا لازم واحد عسكري يحكم مختلف الرياضات. خلي راجل نقولها بكلمة قبل ما ننسى.
اللي تكلمت انت على جابو على وليد صادي باردون، على لا ليغ هذه سوبر ليغ الممثلين تاعهم. انا جو بونس كو يفو فيليسيتي مسيو صادي، لان غير كي شحال عندهم اللي قاعد في السياج هذا واش تاع وزاره الرياضه الشباب ما اسبوع ولا 10 ايام، اسبوع ولا وكمان بدا يتحرك يبوجي، باسكو هاد الحوايج هادوما باش تكون قوي لازم هي وزاره الشباب والرياضه. صح. صافي لونطون اللي تي ابسونت، اليوم وجا وزير اللي خدمته بوكو بلوس يتحرك يبان وينفورمي ويكلم، خاطرش الشعب الجزائري ماذا به نسمعوا الوزير يعطينا واش يدير المعلومات في السبورة، يعطينا هادشي لان منذ شحال وحنا ما كناش. دونك كيفاش تحب لي مشاهدي الكرام، اكيد سمعتوا في هذا المقطع 3 نقاط مهمه يعني باينه. النقطة الأولى ديال علي بن الشيخ يعني جاذب على يعني على رؤساء البلديات اللي تيقول لهم 80% منكم تشدوا الكرسي وما تخرجوش تشوفوا اشنو راه واقع، وتيقول لهم انا تنتكلم يعني يعني متتبع للشأن الرياضي، يعني على الكوارث اللي تتكون ديال الازبال وديال الكوارث اللي تتكون في الملاعب، فتيقول لهم حتى توصل الكاميرا عاد تبقى تتخافوا وما تتحشموش. وهذه فكرة زوينة، هذه تنتمنوها الاعلام الجزائري، هذه نقطة ايجابية، يكون الاعلام في خدمة يعني المواطن الجزائري، ما يكونش الإعلام يعني في خدمة الأجندة العسكرية، وهذه تنتمنوا هذه الفكرة هذه. نقطة أخرى وهو ديال وليد صادي يستقدم يعني يعني جمعية ديال السوبر ليغ وتجيبها للجزائر باش دير السياج ديالها، تنقولوا مبروك والف مبروك. حنا ما عندناش عقاد نشوفوا شي حاجه زوينه في الجزائر وما نقولوهاش، حنا متحررين من العقاد، حنا تنتكلموا غير لما تنتمسوا هنا. فيعني هذه يعني شي حاجه كبيره، يعني نشوفوا التوجه ديال وليد صادي يعني في هذا الاتجاه هذا. حنا غير ضد الحوايج اللي تتقالوا على المغرب اللي ما تكونش يعني حقيقيه واللي تكون فيها تآمر، ويعني وتنقولوا مبروك يمشي في هذا الاتجاه. هذا السوبر ليغ يعني اللي التفسير وللتوضيح، هذه قال لك ما كملش عام ولا عام وشي حاجه باش دارت يعني تخلقت هذه اللجنه هذه وعاد يديروا لها سياج في الجزائر، مع العلم ان راه سمعتوا في البلاطو شنو قال لك مع الاسف ما عندناش عضو داخل هذا السوبر ليغ. نتمناو لكم تدخلوا، وكما اشرتوا بان هذا جزء من الدبلوماسيه الرياضيه اللي تستخدم يعني الصوره ديال البلاد. مزيان بغيتو تمشيو في الطرح، فقط بعدوا غير يعني على الكلمه ديال الكولاسه وديال القجاع وديال المروك وديال البخزن، هذا هو اللي نبغاكم تبعدوا عليها. اما دوا في شغلكم ونشوفكم تتحسنوا فيه، حنا نبقى نباركوا لكم. النقطه الثالثه وهي حنا ما عندناش عقاد نشوفوا شي حاجه زوينه في الجزائر وما نقولوش، نقولوا مبروك. نقولوا مبروك على يعني على يعني العسكر، يعني الرياضة العسكرية الجزائرية تاخذ الرتبة الثانية إفريقيا من ناحية الرياضة. نقولوا مبروك وألف مبروك. حنا ما عندناش عقاد كبحال النظام العسكري، الإعلام ديال النظام العسكري أيام المونديال المغرب لما تيربح تذكروا الفريق اللي خسر مع المغرب وما تذكروش كلمة المغرب. حنا ما عندناش عقاد، حنا متحررين من العقاد وتنقولوا مبروك لما نشوف حاجة زوينة ولما نشوفوا يعني النظام تيخدم وديها في شغله وغادي تتحسن، وهذا الشيء اللي تنطمحوا ليه. ما يتحسن ما تبقاش هذه العاده يعني الجهه الغربيه اللي تسمون حنا بها المروك المخزن يعني هذه السميات هذه بدينا بحوايج يعني زوينه اللي شفنا في المقطع من الفيديو، ودابا ندوز الملاحظه اللي درت عليها الفيديو. مشاهدي الكرام، المحلل اللي قال بان يعني لما تكلم على قضيه وليد صادي وبان يعني وليد صادي جا ما كملش اسبوع جاب يعني السوبر ليغ يعني باش دير السياج ديالها هنا، قلنا مبروك ومازال تنأكد عليها. لكن باش تقول بان كانوا ناس طاغيين في هذا المجال، هنا تنقول لك انا سطرت عليها بالحمر والكحل وبجميع الالوان باش نوقف على هذه الكلمه. علاش هذه العقده ما تحيدوش منها؟ شكون اللي حيد لك باش انت ما تجيبش لي سياج وتخدم البلاد ديالك؟ ما حيد لك حتى شي واحد. المشكل فيكم، ياك دائما نتوما تقولوا بان يعني كاين تآمر من الداخل. علاش دابا تترجحها طغيان؟ ولما تقول طغيان ديال واحد المجال، طغيان ديال واحد الدول افريقيه في هذا المجال،
يعني احنا راح جزء منها، يعني مثل قلت الطغيان احنا دائما تلصقوا لنا التهم، فنبغوكم ندوها يعني في راسكم وتخدموا على بلادكم وتحسنوا من مستوى الاداء ديالها باش تطلع في السلم الترتيب في جميع المجالات، لا رياضيا ولا في في المنصات اللي تدير تقييم الرياضه، الاقتصاد، السياسه، كل شيء. نبغوكم نتوما يعني يطلع المستوى ديالكم. اما الكلمه ديال الطغيان هذا هو علاش اساس درت الفيديو، ومن خلاله شكرت بان شفت الحاجه اللي زوينه قلت فيها مبروك والف مبروك. ولكن هذه الكلمه ديال الكولاسه، ديال الطغيان، ديال القجع، ديال المروك، ديال المخزن، نبغيكم يعني تبدلوا العقل ديالكم الا بغيتوا تمشوا بعيد، حقاش هذاك تياخذ لكم طاقه كبيره وتخليكم يعني تنجروا يعني مور شي حوايج ماشي هي هذيك. مشاهدي الكرام، الفيديوهات لاحقه ودمتم في حفظ الله.